مرحبا، وكيفكن؟ والله يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا كونوا. أول شي خلينا نصلي على النبي عليه الأفضل الصلاة والسلام. واليوم رح أجينا على حديقة كتير حلوة وأجواء باسطنبول كتير حلوة وبتجنن. وهاي المنطقة اسمها كايت هانا. فهيك كنا طالعين بالمترو فشفنا هاي الحديقة حلوة وحبينا ننزل وهيك نحب هيك نشوف أجواء وهيك شغلات جديدة حلوة باسطنبول ونتعرف على مناطق حلوة. وهاي كانت بلدية اسمها كايتهانة، كتير حلوة ومنطقة كتير رائعة حلوة. وهون كان الجو كتير حلو وكان شماسة وكان الولاد فرحانين على هالبحيرة وعم بيلعبوا فيها. وهون اجينا على الحديقة بس كان ممر طويل وهيك شجر كتير وخضرة ويعني عن جد والناس كتير كان فيها. وكل ما يعني نمشي شوي بنلاقي زحليقة مرجوحة ألعاب للولاد. وهون هني عبودة قال ماما صوريني. عن جد كانت شي هيك شغلات حلوة. واتمنى مين يعني انه عجب الفيديو يحط لي لايك ومتابعة، واللي جديد يشترك. والله هيك فيكن نكبر ومشان ننزل هيك شغلات جديدة. بتمنى منكن. وإذا حبيت الفيديو خلي لي قلبكن يا رب. متابعيني أنا بكبر فيكن. هاي بنتي سوسو حبت تتصور على هالبحيرة وهذا وقت الغروب كان. وكان عن جد أجواء كتير كتير حلوة وممتعة. هذا بيبي يزن اشترينا له بالونة وصار يلعب فيها هون بالحديقة. عن جد ما كان ميلل أبدا، من النوع اللي يمل بس ما ملل. الله يخليكم ولادكم. وعن جد هون كان الجو كتير حلو بيقعد وبيخلي هيك الواحد ينبسط وبيرتاح نفسيا. وحديقة كتير 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 كبيرة. لسه ما يعني دخلنا لجوا لأني صار المساء، فيعني عتمت العين فما هيك شفناها كتير. لأني حديقة كتير حلو. هذا ممرة للي بدنا نطلع منه، هذا الممر الطويل اللي بالأول ما صورته. فهذا هيك كله. وفي يعني جد في جسر حلو وعليه ورود هيك مزينة. شفتوه انتم من بعيد؟ هذا ورود الصفر. عن جد كتير حلو. وهاي البحيرة هاي ما بعرف شو يعني مثل الجسر. و... وهذا الدرج وهيك الورود الحلوة بتجنن. عن جد الأجواء كانت كتير حلوة. وصار المساء وصار برد هيك قرصة برد لهيك رجعنا. ونحن هيك راجعين هلأ. طلعنا من هاي الحديقة ونيال اللي هون ساكن لأني نحن ساكنين منطقة بعيدة وبعيدة عن هاي الحديقة. واتمنى إذا عجبكن حطوا لي لايك وما تنسوا الاشتراك.